عسلامة أصدقائي التونسيين، يسعدني بالتزامن مع انطلاق موسم جني التمور إني نعلمكم أن وزارة الفلاحة الأمريكية بتعاون مع نظيرتها التونسية خصصت حوالي 77 مليون دينار لتطوير قطاع التمور في تونس. المبادرة هذه باش تمكن من الترفيع في إنتاج القطاع وتطوير أساليب الزراعة في الواحات. كما زيت الزيتون التونسي المعلب عنده سمة كبيرة في أمريكا، الدجلة التونسية محبوبة زادة. هذاك علاش أنا متأكد أنه صادرات التمر التونسي باش تزيد وتوصل للمستهلكين في العالم الكل، مما يساعد على دعم الاقتصاد التونسي. والمبادرة هذه واحدة من برشا مشاريع اللي مزيد علاقاتنا الممتدة لأكثر من 227 عام، وإن شاء الله ديما صعبة.